وعبد الله التابع. علاقة زوجية استندت على السراء والضراء. البطلة هنا سيدة منحت حياة جديدة حينما قررت أن تضع حدا لمعاناة زوجها بمنحه إحدى كليتيها. العام دوزتها في تصفية الكلي، صفيت الكلاوي العام تقريبا. ايوا المراه كتعايش معايا وتصفية الكلي اللي فيها شويه ديال المراحل صعيبه وداك الشيء. المراه شافت بان نظرات بان مشات هي خاطر المبادره. انا كنت كنشوف انه كيتمحن وانا معاه انا كنتعذب. داكشي علاش قررت قلت انايا قال كنسمع انك تبرع كذا كذا، قلت مشيت انا هاد الفكره طاحت عليا، قلت نمشي نتبرع باش انا نرتاح وهو سوا يرتاح، والانسان يلاه بادي حياته ما يمكنش غادي يحدى في الوقت. وبداية القصة ليلة الزفاف فرح تحول إلى قرح عندما سقط الزوج في قبضة المرض، غير أن قرار الزوجة برسم نهاية لهذه العلاقة كان له وقع خاص. التبرع اللي تبرعت لي الزوجه ديالي عطاني ولاده ثانيه من بعد الولاده ديال الام ديالي. صراحه الحياه كترجع بواحد المعنى اخر. القرار ديال المراه ماشي هو بحال الراجل، دابا ربما كان غادي يكون عندي تردد. هو الحضور الوازن للمرأة في حياة الرجل في عمقه الإنساني والعاطفي، فلا عجب في ذلك، فالحياة